العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمرة. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تسليم كأس هدية الاستقلال للإقليم الجنوبي. دعوة للعمل بأساليب علمية منسقة من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي. مدرسة مساعد تمريض بمستشفى غلاس العسكري تخرج دفعة جديدة. طهران ترد بالمثل وتطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين. وزير خارجية الصين يعقد محادثات مع نظيرها الباكستاني في إسلام أباد. 8 قتلى في إطلاق نار جديد في صربيا، والرئيس يتعهد بنزع السلاح في البلاد. مرحبا بكم. سلم كأس هدية الاستقلال الذي اختتم جولتها في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر اليوم 7 مايو إلى الإقليم الجنوبي. وعندما وصل كأس هدية الاستقلال برفقة حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر والمسؤولين الآخرين إلى منطقة قحيتو الأثرية عبر طريق إغلافورو البالغ طوله 125 كيلومترا، والذي تم شقه عبر قدرات محلية، وجدت استقبالا حارا من قبل مسؤولي الإقليم الجنوبي يتقدمهم حاكم الإقليم السيد هبت أبتس فاطيون وسكان مديرية عد قيح وقوات الدفاع الأبطال. وسلم حاكم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي كأس الاستقلال حاملة حفنة ترابية أخذت من دفاعات نقفة إلى حاكم الإقليم الجنوبي في منطقة قحيتو الأثرية الحضارية التي تأسست في القرن السابع قبل الميلاد، وتزخر بأكثر من 750 أثرا مثل آثار الصخور والمقابر والسد حضاري. وقال حاكم الإقليم الجنوبي في مراسم التسليم العامر إن تسليم الهدية الاستقلال مختتما جولتها في إقليمي جنوب وشمال البحر الأحمر إلى الإقليم الجنوبي في منطقة تاريخية وأثرية وحضارية لها مضمون خاص ومعنى عميق، ونشعر بفخر واعتزاز كوننا نستقبل هدية تحمل في طياتها حفنة ترابية قيمة. وبدأ كأس هدية الاستقلال جولته في الأقليم الجنوبي بمنطقة قحيتو، وقد سلم حاكم الأقليم لمدير مديرية عد قيح السيد هبتايتس فازجي. وقد استقبلها سكان وطلاب وقوات الدفاع المرابطين في مدينة عد قيح، كما وجدت استقبال مماثل من قبل المواطنين المقيمين في وسط الطريق بين عد قيح وصنعفة، ولا سيما من قبل سكان صنعفة. وفي المراسم العامرة سلم مدير مديرية عد قيح الهدية إلى مدير مديرية صنعفة السيد إدريس علي شكر، ووصلت إلى منطقة سرحاء التي تكبد فيها الوياني أبان الحملة الثالثة خسائر فادحة، مارا بمناطق مطرة وبلوكلو التي تأسست في القرن السابع قبل الميلاد وتزخر بآثار قديمة. وسوف تواصل الهدية في 8 مايو جولتها إلى مديريات أرونا ومعايني وسجنيتي. عفوا. دعا خبراء الزراعة في الاجتماع المنعقد خلال 5 مايو في بارونتو للعمل الدؤوب سيتابع أساليب علمية منسقة من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي كما ونوعا. وهدف الاجتماع الذي شارك فيه وزير الزراعة السيد الرفاين برهي وحكم الإقليم السفير محمود علي حروي وكبار المسؤولين الزراعة والإدارة على تقييم رقابة أنشطة الزراعة الجارية في الإقليم، أهمها حماية التربة والمياه والتنمية المروية والبنى التحتية الزراعية وتنمية المحاصيل والثروة الحيوانية. وأكد مسؤول قسم الزراعة والأراضي بالإنابة في الإقليم السيد حاغوس جبر مريم الجاهزية العالية لتعزيز الإنتاجية وتقديم الإرشاد الزراعي للمزارعين وتنفيذ أعمال تحدث تقهير عملي وقياسي، باعتبار أن الأقاليم يشهد تسيير أنشطة زراعية واسعة. كما قدم الخبراء توضيحا مفصلا حول أنشطة المزارعين الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والمساعدات المقدمة في هذا الشأن. وطالب المشاركون للدفع بأنشطة حماية التربة والمياه وتسريع عملية بناء الحفائر التي وضعت الخطط لبناؤها واستخدام السماد الطبيعي وتعزيز أنشطة تعزيز الإنتاجية.
ودعا وزير الزراعة السيد الرفاينه للدفع بتقوية أنشطة حماية التربة والمياه باعتبارا أساسا متين لتأمين الإنتاجية وتفعيل استخدام السماد العضوي بصورة واسعة، وكذا استخدام البذور المحسنة والعمل الحثيث لتوسيع زراعة العلف الحيواني لتنمية إنتاج الألبان، وتسيير جهود منسقة لإدخال الزراعة الخالية من التربة والقيام بأعمال متابعة لازمة لجراد الأشجار الخطير. وأوضح حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي ضرورة العمل الجاد وتقييم الأنشطة الجارية لتعزيز الإنتاج والإنتاجية بالنظر إلى التغيير المتوقع حدوثه، والقيام بأعمال جادة لتصحيح تأجير الأراضي الزراعية سواء أكانت الزراعة المطرية والمروية لكونها تؤثر سلبا على تعزيز الإنتاج الزراعي. اختتم مهرجان كلية الدقيح للتجارة والعلوم الاجتماعية العاشر في 3 مايو تحت شعار المعرفة عتادنا والتنمية هدفنا. واشتمل المهرجان الذي تجري فعاليته منذ شهر فبراير على منافسات أكاديمية وأنشطة ثقافية ورياضية وعروض فوتوغرافية وغيرها حسب مسؤول الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا لدى الكلية الشاب كوبل تخلة. وحضر مدير مديرية الدقيح السيد هابتاي تسفازجي ومسؤولة الاتحاد فرع ساوة والمؤسسات العليا السيدة منصورة إسماعيل مراسم الاختتام، كما قدم الأديب والمؤلف والباحث عن التراث والثقافة السيد سولومون هايي توضيحا مفصلا حول أهمية الإرث والتراث بالتركيز على دراسات شفهية. وقال عميد كلية الدقيح للتجارة والعلوم الاجتماعية الدكتور ستيفانوس هيلا مريم إن نتائج مهرجان المؤسسات التعليمية العليا الذي اشتمل على المنافسات الرياضية والثقافية والمعرفية وكذلك الاختراع والصناعة والرسم وغيرها من المجالات جاءت تبرز أكثر عاما إثر آخر وتحقق الهدف المنشود. وقال المعلمون والطلاب في الآراء التي أدلوا بها إن فعاليات المهرجان المنتظمة بشكل منافسات تهدف إلى تفتيش وتبرز قدرات وكفاءة الطلاب وتخلق بيئة صلبة لتبادل التجارب والخبرات، ويسهم بفعالية لبناء شباب يفتخرون بتاريخهم وهويتهم. في الختام وزعت الجوائز على الفائزين، فيما تسلمت الجائزة على مستوى الكلية قسم القانون. خرجت مدرسة مساعد التمريض بمستشفى غلاس العسكري التابع لوزارة الدفاع خلال 4 مايو 166 عضوا، بينهم 84 عضوا من أعضاء الدفعة 33 الذين حصلوا على دورة صحية استمرت لفترة 1.5 عام بمستوى الشهادة. وقال مدير المدرسة الأستاذ جبر برهان هبتقرقش إن المدرسة هي مواصلة للمدارس الصحية لوزارة الصحة، مشيدا بالمساعدات التسهيلية التي قدمتها وزارة الصحة وتعاون مدارس مساعدي التمريض في قندع ومندفرة وبارنتو فكريا وبشكل مباشر. وأكد ممثل الخريجين جاهزيتهم لخدمة شعبهم بتفان وإخلاص عبر مجال مهنة الطب، شاكرا الجهات التي ساهمت في إنجاز الدورة والمعلمين الذين تفانوا في أدائهم التدريسي. وقال المدير الطبي لمستشفى غلاس العسكري المقدم الدكتور أرآيات تخل هيمانوت أن الخريجين بالإمكان إكمال دروسهم في عام 2022 إلى أنه تأخر بمختلف الأسباب، ومع ذلك ساعدهم لمزيد من التباحث والتفاكر. وبما أن المهنة الصحية تحمل مسؤولية كبيرة، داعيا الدارسين للتحلي بنيات صادقة. الجدير بالذكر أن مدرسة مستشفى غلاس العسكرية لمساعدة التمريض التابعة لوزارة الدفاع خرجت منذ العام 2013 خرجت 345 طالب، بينهم 188 طالبة عبر 4 كورسات. دعت إدارة مديرية حقات بمناسبة افتتاح الأسبوع الرياضي لاحتفالات الاستقلال يوم 29 أبريل الماضي، دعت لتعزيز دور المجتمع عامة والشباب خاصة لتقوية النشء الرياضي في المديرية. وأوضح مسؤول الثقافة والرياضة في المديرية سيد فرزقي حامد في المناسبة التي حضرها مسؤولو الاتحادات الرياضية في الأقليم والمديرية الجهود تبذل لتفعيل وتقوية النشاط الرياضي.
وقال مسؤول الرياضة في إقليم عنسبة السيد عبد الوهاب محمد أن النشاط الرياضي في مديرية حقاد له ضعف ملحوظ، داعيا القيام باهتمام وتفان لتفعيله. يشمل أسبوع الاستقلال الرياضي منافسات كرة القدم والطائرة وألعاب القوى وسباق الدراجات. فاصل من ثم نعد لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، بعد شهر من طرد باكو 4 دبلوماسيين إيرانيين، أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن حكومة طهران طردت خلال الشهر الأخير 4 دبلوماسيين أذربيجانيين في طهران وتبريز. وذكرت وكالة أنباء تسنيم التابعة للحرس الثوري الإيراني في تقريرها أنه خلال الشهر الماضي تم تحديد 4 دبلوماسيين بوزارة الخارجية الأذربيجانية في طهران وتبريز بأنهم عناصر غير مرغوب فيهم وتم طردهم. وقد جاء الإجراء الإيراني ردا على ما قامت به باكو من طرد دبلوماسيين الإيرانيين. وليس من الواضح سبب تأخر إيران في الإعلان عن طرد الدبلوماسيين الأذربيجانيين لمدة شهر. وكانت باكو قد أعلنت في بداية أبريل الماضي أنها طردت 4 دبلوماسيين إيرانيين ووصفتهم بعناصر غير مرغوب فيهم. يشار إلى أن التوترات في العلاقات بين باكو وطهران تفاقمت في الأشهر القليلة الماضية بعدما تعرضت السفارة الأذربيجانية في طهران لهجوم شنه مسلح أدى إلى مقتل عنصر في حرس السفارة، وبالتالي إغلاق سفارة باكو في طهران وإجلاء جميع الموظفين. عقدت باكستان والصين محادثات على مستوى وفدي البلدين في مقر وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام أباد، بعد أن اجتمع مباشر بين وزير خارجية الصين تشين جانغ ونظيرها الباكستاني بيلاوال بوتو وفق ما أفادت به تقارير إعلامية. ويقود وزير خارجية البلدين وفدي بلديهما في المحادثات، حيث أوضح وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده والصين لديهما علاقات ثنائية دائمة. وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن بلاده تدعم سياسة الصين واحدة، في إشارة إلى التوترات الجارية بين الصين وتايوان والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها. كما التقى وزير الخارجية الصيني الذي يقوم بزيارة إلى باكستان لمدة يومين الرئيس الباكستاني عارف علوي، وتعهد بتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما في ذلك مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عن خطة واسعة النطاق لنزاع السلاح تهدف إلى جمع مئات الآلاف من الأسلحة من سكان هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان، والتي شهدت هذا الأسبوع مجزرتين بأسلحة نارية أوقعتا 17 قتيلا بينهم 8 أطفال. ومؤخرا قتل تلميذ بالرصاص من زملائه وبواب المدرسة الواقعة في وسط بلغراد، وجرح 7 أشخاص هم 6 تلامذة ومعلمتهم، وما زال 2 منهم في حالة حرجة بعد خضوعهم لسلسلة من العمليات الجراحية. واعتقلت الشرطة في الحالة التلميذ الذي نفذ المجزرة. وقضت هذه المجزرة قتل شاب برشاش مساء الخمسة 8 أشخاص وجرح 14 آخرين في 3 قرى في منطقة كلايدنو فاتسا على بعد 60 كيلومترا جنوب بلغراد. وأعلن فوتشيتش عن مراجعة رخص حمل الأسلحة الخفيفة بالإضافة إلى الأسلحة التي يمتلكها الصيادون بهدف خفض عددها من نحو 400 ألف حاليا إلى ما لا يزيد عن 30 أو 40 ألفا. توج تشارلز الثالث وزوجته كاميليا رسميا ملكا وملكة على العرش البريطاني في حفل تاريخي هو الأكبر منذ 7 عقود، وبحضور ملوك ورؤساء وشخصيات من مختلف دول العالم. أقيم جزء كبير من المراسم في كنيسة ويستمينستر وسط العاصمة لندن في تقليد متوارث منذ 1000 عام.
وتشارلز هو ملك بريطانيا منذ وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر عام 2022 بعد 7 عقود على توليها ولاية العهد. وأصبح تشارلز الثالث أكبر ملك بريطاني عمرا يضع على رأسه التاج والذي يستخدم خلال مراسم تتويج ملوك وملكات بريطانيا. في الختام اسمحوا لي أن أذكركم بأهم ما جاء في هذه النشرة. تسليم كأس هدية الاستقلال للإقليم الجنوبي. دعوة للعمل بأساليب علمية منسقة من أجل تعزيز الإنتاج الزراعي. مدرسة مساعد التمريض بمستشفى غلاس العسكري تخرج دفعة جديدة. طهران ترد بالمثل وتطرد 4 دبلوماسيين أذربيجانيين. وزير خارجية الصين يعقد محادثات مع نظيرها الباكستاني في إسلام أباد. 8 قتلى في إطلاق نار جديد في صربيا والرئيس يتعهد بنزع السلاح في البلاد. ختام النشرة قدمتها لكم حنان عمر جيلاني من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.